الآن شوفوا، الآن قد انتم تشوفونا على الهواء مباشرة، ولا كان ودي أوزع هذا الفيديو. جوت تقوم لا قدام البيت بدون أي إشعار. إذا حصلت قتله اسمعوني، أنا أبرأ إلى الله من دماء هؤلاء الجنود إذا كانوا مجاهدين اتقوا الله. الشاعر الجرموزي معروف، يتصل بمكتب السيد وأنا جاوب الآن. معنا جانب وقائي، أين أنت يا أبو عباس؟ الآن تقوم منتشرة حول بيتي الآن. ايش سوى الجرموزي ما انا داري. اللهم اني ابرأ اليك. هذا ابو سيف قال جاء توجيه من الديلمي ومن احمد المتوكل ومن الظالمين، لا حد كلمني ولا شيء. اللهم فاشهد، احنا الان على الهواء مباشره، خلوها توثق. اما انا اذا دخلوا البيت وانا حي فاعتبروني على مله بني اسرائيل. لا حد بلغني ولا حد كلمني. انتشار تقوم جنب البيت هكذا بدون اي سابق انذار. وهذا ابو سيف ادري من ان جاب توجيه من السيد عبد الملك يا ابو جبريل. الرجال قال جاب توجيه منك، ومنتشرين حول البيت. شوفوا ها، منتشرين حول البيت الان. شوفوا الطقوم موزعين حول البيت، ما انا داري بتوجيهات من جو بدون سابق انذار. بدون سابق انذار، ما حتى الدولة اشعار. وجهوا فوهات ال12 لا وجه الشاعر الجرموزي الآن. شوفوه، لا حد وجههم ولا كلمني. يا أبو سيف ادحن البلاء وقل لي مني وجهك لهذا الآن. احنا على الهواء مباشرة، أقسم لكم بالله ما درت إلا والناس باب بيتي. لا حد اتصل بي، أنا مجاهد. بايجوا الوقائيين. طيب ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي؟ ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي وأنا أجاوب؟ أين الإشعار؟ أين الأوامر القهرية؟ معي قف خطاب من السيد. من أجاوب؟ خلاص ادوا الإشعار. أين الورق؟ أين الإشعار؟ يا أبو جبريل هؤلاء جو بتوجيهك، والله قالوا جينا بتوجيه من مكتب السيد عبد الملك. شوف الملثمين يا أبو جبريل، داعش وسط الصنعاء. ما أنا لا دخلوا بيتي وعادنا بخير. إذا ما نزلت الطقوم فاعتبرني على ملة بني إسرائيل. اللهم فاشهد. لا اتصل بي أبو عباس، ولا اتصل بي جعفر المرهبي، ولا اتصل بي حسين عبد الكريم. جوني بانتشار هكذا دقوا الباب. لا عدل البيت حرمه ولا. الآن الصوت الوحيد اللي بقي يتكلم عن المظلومين الجرموزيين سكته. هذا التغييرات الجذرية يا أبو جبريل. من أجاوب؟ بتوجيه من؟ بتوجيه من يا أبو شهيب؟ وليش ما ادت لي أوامر في ورق؟ نزلها عندي يا بدر. شوف يا بدر من جاء من التوجيهات. أيوه. اللهم اني ابرأ من دماء هؤلاء، اقسم بالله العظيم ما يدخلون الا على جثتي. لا ما اشوف احنا في دولة السيد الان التغيير الجذري. ادعو المجاهدين ان يهبوا الى بيتي الان، ما قد طلبتكم الا الان. جو الان واتصلنا في عايض. علي الحرام نحشدهم من الجبهات. والله يجدي اسكت اسكاتي. ال12 ذي خرجنا علي محسن بها الان موجهه على صدور المجاهدين. ثوار 21 سبتمبر محاصرين يا مجاهدين. الان الطقوم حول بيتي. شوفوا هذا هنجمة البحث حق المحافظة. بدل ما يلاحقوا احمد سيف حاشد وذي يلعنوا والديهم، رجعوا على المجاهدين. شوفوا الان انتم على الهواء مباشرة. شوفوا والله ما شعروني ولا حد اتصل بي. هذا التغيير الجذري. قلت لك يا عبد الكريم الحوثي، انت وزير الداخلية. العهد الماوري ما بشهادة تصرفات. اللهم اني ابرأ اليك من دماء هؤلاء العسكر. الله لا ردك الا جهدك. وانا لا ما ترجلت فانا على ملة بني اسرائيل. ادى الورق واعطني قل لي من يتصل بكم. ادى الاشعار. اما هكذا جاء توجيه اقتحام البيت. انزل عنده يا ولد. انت عليك وثق، بس وثق اخر مع ملحمه.
إذا رجع منهم واحد فاعتبروني علامة فيصل. امسك. ايش اداهم للبيت؟ علي الطلاق لافعلها جبهة الصرواح انا. من هو اداكم؟ معي كف خطاب احمر من البلدان الداخلية. كف خطاب معي. معي كف خطاب مكن كف الخطاب. معي كف خطاب. ليش ما هذا الحلجان يا توجيه؟ جاء توجيه مفاجئ الآن. شوفوا الطقوم حول البيت هكذا يعني من كلم بكلمة حق وملثمين المشكلة ما حتى بدوا وجوههم. أبرأ إلى الله من الدماء هذا يا أبو جبريل. أقسم لك بالله أنهم جو ما حتى شعروني شعار. تحركوا لا قدام البيت. أبو صهيب منفذ الأوامر. كان بقى يتصل بي عبد الباسط الهادي كان بقى يرجع له الجامع الهادي ولا يفعل هذا الانتشار اليوم حول بيتي الآن. صرنا وفعال تقول لي يديونا هنا كلهم. لا أدوا لي شعار ولا توجيه. ما ادري لو تكون منتشرة حول البيت. أين الأوراق؟ أين التوجيهات؟ معي كف خطاب يعرف والشاعر الجرموزي ما عرفونا. ليش ما ادوا لي شعار أمس؟ الدولة يجيب الطقوم. الدولة تنفذ تلتزم بالقانون. ما هو يجي اقتحام على البيوت. هذا بيوت بثوار مجاهدين. خلوني اصحح وضع. ادري يا عبد الكريم الحوثي الان طقومك في الباب يا عبد الكريم. بتوجيه من جو يا عبد الكريم الحوثي؟ ثوار 21 سبتمبر يخرجوا علي محسن واخرجوا الدواعش. الان بيوتهم محاصره داخل صنعاء. ايش عندي لا ما جيت؟ اني كافحت الفساد وتكلمت على المظلومين. ذنبي اني تكلمت على الفساد في القضاء. ما لو انا خايف ما انا قدامك الان. اذا رجع واحد فاعتبرني ما انا رجال. اللهم اشهد. اللهم اني الان اكمل الحجه امام العالم. وهذا الذي بيتكلم باسم الحمله ما رضي يتصل بالداخليه الان يبلغوني. خلك بس انتم خلكم من هانك بس. حد يقرب على البيت تسجلوا. لا ما اشوف من التوجيه هذا. هات التلفون يا بدر. اسمعني يا محمد. لو شي احترام لي كمجاهد ما تجيبوا الطريقه هذا. بتصلوا لي اتصال واجيكم الى طرف الدنيا. وش هذا الخلعشات يا ذاك؟ انتم دخلتوا صنعاء بسبب ثورتنا. هات التلفون يا ولد. كل بدر هات التلفون. يا اخي الدولة اشحال لا ما جاوب. لا ما جاوب. يا جرموزي كيف؟ احنا مسلمين الدولة. لا خليك لك ما الدولة. لا خليك الطقم هذا والله ما تقاعد. يا اخي ما يترفعنا الطقم. روحنا ابو سفر. وجيت فاهم انت وياه. والله ما تجوا هكذا على الشاعر الجرموزي. لو قد حصل ما حصل. هذا يا ابو جبريل الدولة ذي قلنا بالتغيير الجذري. تتصلوا على الشاعر الجرموزي مسلم وفاهم دين الله. بيجيب اتصال ما بيجيب الطقوم. ما الطقوم ما هو جاي بالطقوم. بيجيب اتصال. من هو ذي وجهكم التوجيه هذا؟ من هو؟ ارفعوا الطقوم. ادعي الثوار الاحرار. الان بيتي محاصر بالطقوم بدون اشعار بدون توجيه. ما ادري الا الطقوم محاصر هالبيت. اتصل. ارفعوا الطقوم الان من جنب البيت يا ابو صهيب. باجيكم. اسمك انت؟ ايش ما هذا؟ والله هذه اخرج الطقوم هذه قسما بالله اني بقى حاكمه امام الله وامام قياده الثوره. يا اخي ارفع الطقوم ويجاوبوا. ليش ما اتصلوا علي ما عرفوا رقمي؟ من هي القياده اللي وجهتكم؟ اذا هو السيد باجيب اتصال انا مسلم له قبل ما تجيه. انا سلمت له وعاد نصكم عفافيش. سلمت له وعاد نصكم ما يعرف دين الله. واليوم بقى تعلموني التسليم. عيب.
انا اعلمكم التسليم للسيد عبد الملك. وليش انتم متلثمين؟ ولا شديت لي ملثمين قاعده؟ من هو هذا الملثم ذي هانا؟ استحوا يا رجال، عيب علي انا جايين بهذا الاسلوب. الله المستعان. والله ما شوع الذي جال بيوت الناس بدون توجيه، بدون توجيه. اذا طلعت التوجيهات، اسمعوني احنا على الهواء مباشره، اذا طلعت التوجيهات من السيد عبد الملك فاعتبروني مرتد، ولا انا من ابناء المسيره القرانيه. التوجيه محبوك محبوك، لكن قدامهم رجال ولا كلمه. اقتحام على بيتي بهذا الطريقه، شوفوا الان اقتحام ومطوقين البيت ولا اشعروني. والله ما تفعلوا هكذا يا ذاك. هي تربيه تهدي يدكم لا داخل الباب، ولا بيتصل بي الوقاعي انا مجاهد. ليش ما اتصلوا لي المكتب؟ وزارة الداخلية اششتوا، وليش ما اتصل بي يا ذاك؟ ليش اتصل بي حسن عبد الكريم الان وانا اجاوب؟ ارفعتكم ذي في الباب هذا. اتصل حسن عبد الكريم يا ولد. سود الله وجيههم. بيتصلوا لي واجي بدون هذا الحركه وهذا اللف والدوران. يهنجموا قد معاهم تقوم اليوم. دخلتوا بطقم الاطفاء القحوم والجرموزي بس من داخل خيوان ودنان وعمران وصار لا ما وصلنا للفرقه، والان قد معاكم تقوم برقعه وناس ملثمين. هذا التمكين الله الان بينظر كيف تعملوا في المستضعفين. اتصل بقول له يتصل بي، يستحي على وجهه، يستحي على وجهه حسن عبد الكريم ويتصل بي وانا اجاوبه. اقسم بالله لا ما طلعت التوجيهات من عند اللوبيا العفاشي لعن تودقني. اذا طلع التوجيه من السيد عبد الملك فالجرموزي مرتد. السيد اكبر واسماء انه يدي طقوم لا قدام بيتي، والرجال قال التوجيه من السيد عبد الملك هذا. ها ما من التوجيهات جت. السيد قفاه رجال بطرح قتله. انا ما يدري ان التوجيهات تخرج مرتزقه، بيخرجوا بقضاء اغراض. ترجلوا علي الطلاق لو يدخل واحد لنعظ والديكم. خلاص لعن والدي هم من شق حريق الطقوم حريق. ايش الدعابتم السفله هؤلاء؟ ترجلوا بس ولا لا يدخل الا جثث. منتشرين على البيت، شوفينهم متخبيين قفل البيت. شوفوهم الان مباشر على بيت الشاعر الجرموزي الان ملتفين. شوفوا ليش نكافح الفساد؟ ليش نتكلم عن الظلم والظلمه؟ ذنبي الوحيد يا رجال ليش تكلمت على الفاسدين في القضاء. ذنبي الوحيد ليش تكلمت على المنظومه الفاشله. ذنبي الوحيد ليش كافحت الفساد ونفذت توجيه السيد عبد الملك. قال اي فاسد اخلصوا ظهره. الان بيخلصوا ظهورنا احنا يا المجاهدين. شبين الوعي القراني. قدام معانا ملثمين. هذا الثقافه الداعشيه اللي دخلت صنعاء. عبد الغني من؟ خلي حسن عبد الكريم يتصل بي وانا اجاوب الان. ما اعرف رقمي حسن عبد الكريم وبيتكلم معي بالساعات. مسكها كذا، مسكها كذا انت. هات اكلم هات. والله لقد كلمناكم بدين الله، كلمناكم بالجهاد، لكن لو انتم عارفين الله ودين الله ما تجونا قدام البيوت، تقتحموا بيوت الناس. وين الاتصال منك بعد اتصل بي يا جرموزي بعد تجاوبنا، لكن تجي طوالي انا للبيت. سوي شعار، سوي طلب، سوي طلب. يتصل بي الجانب الوقائي وانا اسلم الان. اشهدوا يا رجال. يتصل بي ابو العباس، يتصل بي حسن عبد الكريم، يتصل بي امن الوقائي حق المحافظه،
ليش الحركات هذه؟ لحظة